انا النهارده نسيت اسم مديري. النهارده في الاجتماع واقف بتكلم مع المدير وفجأة نسيت اسمه. دماغي قررت تعمل ريستارت في نص الكلام. التوتر بيخلي المخ يدخل في حالة تجميد لحظي، فبيوقف التسجيل عشان يركز على النجاة. المنطقة دي بقى اسمها الهيبوكامبس، يا رب اكون نطقتها صح. هي المسؤولة عن تخزين الذكريات قصيرة المدى. لكن لما بنكون متوترين الكورتيزول بيزيد فيضغط على المنطقة دي ودماغنا تبطل تسجل. يعني لما المدير يسألك هو فين التقرير، دماغك هترد عليه وتقول له هو مين حضرتك؟ انت مين يا عم انت مين انت؟ بس أول ما الموقف يعدي النظام بيرجع يشتغل تاني والمعلومة بتظهر فجأة كأنها كانت مستخبية. وده السبب إنك بتفتكر الحاجة بعد ثواني، لأن دماغك رجعت أونلاين تاني. في المرة الجاية بقى لما تنسى وأنت متوتر ما تلومش نفسك، لوم الكورتيزول. لو الحلقة دي عجبتك ما تنساش تعمل فولو وشير واستناني كل أسبوع.